يعني هي اصلا فلوسك؟ انا كنت هعطيله فلوس وهو زود عليها، كان عايز ياخدها كلها. انا قلت له انا عايز الجزء بتاعي بس، وقال لي كمان وهديك الباقي. لا هو ما رضاش، هو كان عايز ياخدهم كلهم. ياخدهم كلهم؟ ياخدهم كلهم؟ تفتكر ايه ممكن يكون احساسك بجد لما تفكر تزعل او تخاصم حد قريب منك؟ وتفتكر كمان لو طولت في فترة عنادك ده مع الشخص اللي انت مخاصمه وفضلت مخاصمه ايا كان بقى انت غلطان او هو، هتكون مبسوط بجد؟ ولا بينك وبين نفسك هتكون متضايق وبتبين غير كده؟ انت عارف لحد دلوقتي انت ليه ما خدتش الخطوة انك تروح تصالحه؟ مش عشان انت مش غلطان زي ما انت بتقول، ده بس عشان خاطر كبريائك المفرط اللي مسلط الضوء اكتر على المشكلة وعاطلها مبرر. طب يا ترى بقى رغم كبريائك اللي انت فيه ده، لو جاتلك الفرصة مثلا لحد عندك انك تروح تصالح الشخص ده، هتوافق انك تصالحه ولا لا؟ ولا لسه منتظر اللحظة اللي هو اللي يجيلك لحد عندك ويصالحك؟ خلونا نعرف الكلام ده من آراء بعض الناس ونشوف هيقولوا لنا ايه لما يحصل معاهم الموقف ده. مساء الخير. مساء النور. اسمك ايه؟ طارق. طارق، انت عندك كام سنة يا طارق؟ 15. 15. انت من هنا من اسكندرية؟ من المنظرة. كل سنة وانت طيب طبعا عشان مناسبة رمضان. حضرتك طيب. قول لي عملت خير ايه في رمضان؟ والله مش كتير يعني. ايه اكتر خير انت عملته او لسه لو ما عملتوش فانت ممكن تعمله؟ لا هو انا لما مثلا حد بيعوز مني حاجه بعملها له. طيب لو انا قلت لك دلوقتي ان انا هوفر لك فرصه عظيمه في الثواب، وبما اننا في شهر رمضان، هتوافق تعملها ولا لا؟ طبعا. صح؟ طبعا. مش هتتردد صح؟ لا. مهما كانت؟ مهما كانت. طيب تقدر تقول لي ايه اكتر واحد ممكن تكون مخاصمه الفتره اللي فاتت وممكن نصالحه دلوقتي على الهوا؟ حمو الصافي، واحد صح. فممكن تحكي لنا كده سريعا ايه اللي حصل بينكم عشان تتخاصموا، واتخاصمتوا بقالكم قد ايه؟ شهرين بالظبط. بقالكم شهرين؟ انتوا صحاب من زمان؟ من 4 سنين 5 سنين. طيب ايه اللي حصل؟ ممكن تحكي لنا كده؟ والله تبص للكاميرا كده هو حوار بسبب فلوس، اللي هو احنا صرفنا فلوس كتير قوي مع بعض في الاخر، فجت حاجه بس على مبلغ تافه قوي، فانا قلت له خده، انا عايز مبلغ قليل قوي منه، خد انت الباقي، وهي اصلا كانت فلوسي. تمام. هو كان عايزها كلها طبعا. يعني هي اصلا فلوسك، يعني انتوا كنتوا بتعملوا مشروع؟ وضح بس الكلام، انتوا كنتوا بتعملوا مشروع ولا كنتوا بتعملوا ايه يعني؟ انا كنت هعطيله فلوس وهو زود عليها. تمام. فهو كان عايز ياخدها كلها، انا قلت له انا عايز الجزء بتاعي بس، وقال لي كمان وهديك الباقي. لا هو ما رضاش، هو كان عايز ياخدهم كلهم. ياخدهم كلهم؟ بس فده الموضوع. بس انا ولا هو بنفرق معاه فلوس اصلا، بس انا مش عارف هو عمل كده ليه. هو شايف ان هو اللي صح ولا انت اللي صح؟ يعني مين فيكم شايف مين اللي غلطان نفسه؟ هو شايف نفسه صح وانا اللي غلطان. فخلاص بقى سيبته وما بقتش بكلمه تاني. يعني هو ده السبب اللي خليكم تقاطعوا بعض كده؟ عشره بقالكم كتير جدا تقاطعوا بعض عشان حاجه زي دي؟ وكان بيعزمني في بيته وبعزمه في بيتي، وعارف كل عيلتي وانا عارف كل عيلته. كل ده عشان مبلغ تافه جدا انت قلت؟ في حدود كام كده يعني؟ 150 200 جنيه مش اكتر يعني. لا ما يستحقش على فكره خالص. طيب حابب نكلمه دلوقتي ونعرض ان احنا نصالحه على الهوا بالتليفون؟ موافق. ايه رايك؟ ماشي. يعني انت بالنسبه لك مفيش اي مشكله، لان ده بالنسبه لك صديق العمر؟ ما عنديش اي مشكله. صح؟ صح. طيب احنا هنطلبه دلوقتي، وخليك معانا على السبيكر. احنا كده بنتصل بيه. الو مساء الخير. مساء النور. ممكن حضرتك بس تعلي صوتك؟ مساء النور. معايا حمو الصافي صح؟ طيب هو كل سنه وحضرتك طيب عموما يعني بمناسبه رمضان. وانت طيب. طيب انت عارف مين معاك؟ مين؟ بص هو انا حد كده من طرف طارق صاحبك، طبعا عارفه. طيب بص هو احنا دلوقتي المفروض ان احنا بنعمل عمليه صلح، هل انت موافق ان انت تصالحه؟ موافق؟ ايوه عادي. طب بص هو معاك اهو. الو. ايه يا عم؟ بقول لك ايه، انا مش عايزك تزعل مني يا عم، انا اسف واعتبر ان غلطتي ونرجع ونصالح، مفيش حاجه حصلت ما بيننا. لا عادي والله، انا ضايقني ساعة ما جيت تسلم عليا بس انت غلطت. معلش يا عم، هي كانت غلطتي من الاول وانا اسف يا عم. ماشي. ماشي يا عم. كل سنه وانت طيب. انت طيب. عايز حاجه؟ بس ماشي، هبقى اجيلك ونتقابل. ماشي. تعال. ماشي. يلا. سلام. طبعا انا مش يعني انا عايزاك توصف لي الاحساس اللي انت حاسه دلوقتي بعد ما انت صالحته، وخصوصا لما يكون هو اعز صاحب ليك. هو عامة أنا حاسس بالندم شوية. تمام. لسبب
لان انا هو الاول هو اللي كان غلطان مش انا. بس عامة احنا اتصالحنا وتمام الدنيا زي الفل وخلاص كده، واروح واخرج معاه زي الاول، مفيش اي حاجة تانية حصلت. طب انت عارف دلوقتي مين اللي اخد الثواب؟ انا. عشان انت اللي بدأت. صح. انا بقى عايزه اقول لك حاجه، اي حاجه تحصل لك في حياتك فالمفروض انت اللي تبتدي بيها، حتى لو انت اللي مش غلطان. صح. حتى لو هو اللي رفض ده، انت اللي هتكسب كتير على فكره. وغير كده وكده بعد فتره معينه هو اللي هيفهم ان انت انه خسرك. فارجوك يعني اي حد في حياتك حصل معاه يعني اي موقف، فما تترددش ان انت تسامحه او تروح تصالحه حتى لو رفض ده. تمام. انا اتشرفت بيك جدا يا طارق، وكل سنه وانت طيب، اتمنى لك حياه سعيده. يا رب. حضرتك طيب. مساء الخير. مساء النور. اسمك ايه؟ فارس. كل سنه وانت طيب عشان رمضان. انت طيب؟ عملت خير السنه دي ولا لسه في رمضان؟ لا لسه الصراحه. طيب انت عارف ان احنا ممكن نعمل خير بسيط بس ثوابه عظيم جدا دلوقتي؟ ايه هو؟ اسالك سؤال الاول، هو انت مخاصم حد من صحابك او اهلك او اي حد؟ مخاصم؟ طب ممكن اعرف ايه سبب الحوار او سبب المشكله ايه؟ يعني هو ممكن سبب المشكله اللي شغال معاه، يعني المساعد اللي شغال معاه في المحل شدنا انا وهو بنهزروا مع بعض، حصلت مشكله فمسكنا ببعض احنا. يعني انتوا كنتوا بتهزروا عادي بس الموضوع قلب مشاجره وضربتوا بعض. بس انت بتحبه صاحبك ده؟ الصراحه جدا. يعني نفسك تكلمه دلوقتي وتصالحوا؟ حاليا اصلا ان هو ما في ما بيننا مشاكل بسبب اللي شغال معاه ده. طب ايه رايك لو كلمناه لك دلوقتي ونشوف موضوع الصلح ده ونصالحك فعلا على الهواء؟ ماشي. موافق؟ موافق. احنا دلوقتي بنتصل بصديق فارس. الو. الو مساء الخير. استاذ سيد معايا؟ ايوه. طيب انا حد كده من طرف فارس. مع مين ده؟ مع فارس صاحبك اللي شغال معاك. فارس مين؟ فارس شغال معانا؟ فارس ناجي، مش عارفه؟ عارف. طيب تمام، دلوقتي هو عايز يصالحك، هل انت موافق عشان احنا في شهر رمضان ولا مش عايز؟ هو باقي عليك وعايز يصالحك، انت بقى عايز تصالحه ولا لا؟ هل انا موافق اصالحه ولا لا؟ علي صوتك بس. مش معنى هو اللي قال لك الكلام ده؟ ايوه ما هو معايا دلوقتي. ايه؟ فلو انت موافق هيكلمك. تدوني كده؟ طيب تعالى يا فارس. الو. يا سيد. ايه يا حبيبي؟ ايه يا عم؟ رمضان كريم يابا. كل سنه وانت طيب يا عم. هتصالحني ولا لا؟ عشان عايزه تعرف ايه عشان الموضوع يخلص. ماشي سلام. تمام. دلوقتي هو وافق انه يصالحك. مبسوط انت دلوقتي؟ كنت متوقع ان انت تصالحه ولا مستنيه هو اللي يجي يصالحك؟ كنت مستني هو اللي يجي يصالحني الصراحه. كنت مستنيه. طب ايه رايك دلوقتي لما انت اللي رحت عشان تصالحه؟ فرقت معاك؟ حسيت ان انت بتعمل حاجه حلوه؟ ايوه. طب افرض كان رفض، كان رد فعلك هيبقى ايه؟ هتزعل؟ هتضايق جدا الصراحه. طيب انت عارف ان انت حتى لو اتضايقت فانت كده كسبت ثواب عظيم جدا عند ربنا عشان عملت خير كبير كمان في رمضان. طبعا لما انت تحاول ان انت تصالح واحد وهو اصلا مش عايز يصالحك فانت كده نيتك انت اللي اصفى منه، فبالتالي انت اللي كسبت الثواب حتى لو انت مش اللي غلطان. فرصه سعيده ليك واتمنى لكم حياه موفقه باذن الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، في نهايه الحلقه اتمنى من كل حد مخاصم حد بسرعه يروح له ويسامحه او يكلمه حتى لو هو رفض دعوه. وكل سنه وانتم طيبين، استنوني في حلقه جديده.